الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن الكود بتاع الجزء الأول من الفيديوهات دي. هنبدأ نتعرف على اليونيتي إزاي نستخدمه مع فلاتر، ونعمل إيه كونكشن بسيط كده بين الفلاتر أبلكيشن بتاعنا وبين البروكر اللي إحنا هنستخدمه، وهو الهاي في البداية إحنا هنكريت مشروع فلاتر. أنت في أي مكان اللي أنت عايز يكون مشروع فيه هتفتح في التيرمينال، زي أنا عايز يكون المشروع بتاع الديسكتوب، فتفتح التيرمينال عندك على الديسكتوب وبعدين تبدأ إنك تكريت فلاتر كرييت، وهتسمي هنا اسم المشروع اللي انت عايزه. انا هسميه سمارت شوية كاري. هندخل نشوف الباكج اللي احنا هنستخدمها في باكج في فلاتر اسمها ام بي تي تي. دي الباكج اللي احنا هنستخدمها بحيث ان هي توفر لنا الكونكشن ما بين الفلاتر ابلكيشن والبروكر بتاعنا. ام بي تي تي فلاتر هي اول واحده دي، اللي هي ام بي تي كلاينت. وعلشان برضه نتاكد ان هي دي، هتلاقي ان هو اخر فيرجن نازل منها هو 10.0.6. فدي الباكج اللي احنا هنستخدمها. طبعا طريقة الانستول عادي زي أي باكج بتنزلها، سواء بدارت أو فلاتر. احنا هناخد الديبندنسي بتاعتها وبعدين نحطها في الباب سبيس بتاعنا. هو كده المشروع بتاعنا اتكلم. هنروح بقى نفتح الفولدر بتاع المشروع نفسه. طبعا أنا حاطه على الديسكتوب وادي اسمه. طبعا دي ملفات المشروع. وبعدين هنا في الليب هنلاقي المين، وده الكود طبعا بتاع المين الديفولت اللي بينزل مع أي مشروع بيتكلم. هندخل احنا في الويب سبيك ونحط الباكج بتاعتنا الديبندنسز. هنا هنقول له ايه، ضيف لي الباكج بتاعتي. فانا برضو المسافات نبني المسافة من هنا وبعدين نعمل ايه، انستول. نرجع برضو لملف المين تاني، او هنا عمل انستول فعلا وعمل جيت للباكج. نرجع للمين بتاعنا. احنا مش هنعوز ده حاليا، مش هنعوز كل الكود ده. نبدأ ازاي نكريت الكونكشن ما بين الابلكيشن بتاعنا وما بين البروكر بتاعنا. اول حاجه احنا محتاجين ناخد اوبجكت من الكلاس بتاع الام تي، او اوبجكت من الباكج اللي احنا بننزلها. ام كيو تي سيرفر. لا، ناخد منها اوبجكت اسمه كلاينت، وبعدين دي بيساوي كده. انا معايا اوبجكت للكلاينت بتاعي. بس هنا عندي الام تي سيرفر كلاينت هو محتاج شويه معلومات. احنا لو جينا نوقف عليه كده هنلاقي ان هو محتاج string سيرفر، وبعدين string client identifier، وبعدين انتجر الماكس كونكشن اكتيفيتيز. ايه الثلاثه دول؟ السيرفر ده هو ده الهوست اللي احنا هنكونكت عليه، واختصار خالص ده البروكر اللي احنا هنكونكت عليه. الكلاينت ايدنتيفاير ده زي زي اسم كده للكلاينت بتاعنا. انما الانت ماكس كونكشن تيمبس ده عدد المحاولات، او اقصى عدد المحاولات الابلكيشن بتاعنا هيحاول ان هو يكونكت على السيرفر او على البروكر. بمعنى ايه؟ ان لو كان في عندي مشكله في الانترنت مثلا، فاكيد مش هيحصل كونكشن بين الفلاتر ابلكيشن وبين البروكر. فبالتالي انا عايز اقول للابلكيشن بتاعنا، هو انت كل كم مره او كم مره اصلا انت هتحاول انك تصل بالانترنت او تتصل بالبروكر بتاعك. هي الديفولت بتساوي 3 واحنا هنسيبها 3. بس هنلاحظ هنا ان مفيش عندي بورد، فبالتالي انا عايز احدد البورد. فانا اقول له ايه؟ اقول له انت عندك السيرفر كلاينت ده، اقول له اعمل لي كونكشن بس ايه باستخدام البورد. بورد ويز بورد. يبقى انا كده هحط انا البورد، وهنلاقي برضه هي نفس البروجكتس اللي كانت موجوده برضه في الكلاينت سيرفر. ده مش هيهم معايا في حاجه، فانا هعمله هيك كده. لكن هو كلاينت فاير ده كده سترينج. طيب السيرفر والبورد هيشوفوا منين؟ احنا طبعا عارفين ان احنا هنستخدم البروكر بتاع هايف ام كيو، فهندخل على البروكر بتاع هايف ام كيو. وزي ما قلت البروكر البابليك، هندخل على ام كيو تي ويب سوكت كلاينت اللي هو ده. طبعا ده مش البروكر، ده كلاينت كده بيكونكت على البروكر. البروكر هو اللي موجود في البوست ده او في الرابط ده. ده الهاي فيه المفروض بابليك وبروكر. طب ازاي انا اكونكت على البابليك وبروكر ده؟ لو ضغطت على كونكت
فهنلاقي ان هو عندي هنا الهوست، وعندي طبعا كل البورتات بتاعتي، واحنا اتكلمنا عن البورتات دي في الداتا اللي قبل كده. احنا النهارده هنكونكشن على بورت 18 83 اللي هو التي سي بي بورت. فانا هاخد اول حاجه الهوست، سترينج، وبعدين البورت بتاعي اللي هو 13 83، وده تكست. كده انا عملت initialize الكونكشن بتاعي، وكأن انا قلت ان الكلاينت كده لما يكونكت هيكونكت على البروكر ده والبورت اللي هو 18 83. طيب انا عايز فعلا اكونكت بقى، هاخد الاوبجكت اللي انا عامله او الكلاينت، اقول له دوت، الاقي فيه ان هو فيه اكتر من فانكشن. هناخد احنا فانكشن اسمها كونكت. كده انا كونكت على البروفايل بتاعي. طيب في عدة احتمالات للكونكشن بتاعي. ممكن ان انا اكون لسه بحاول ان انا اعمل كونكت، ممكن ان انا فعلا كونكتد على البروكر بتاعي، وممكن ان انا حصل فيلير مثلا في الكونكت، ما عرفتش ان انا اكونكت على البروكر، ان الانترنت كان فاصل مثلا. ممكن ان انا ديسكونكتد اصلا، او ممكن ان انا ايه، ديسكونكتنج، اللي انا بحاول حاليا ان انا افصل عن البروكر بتاعي. فباختصار برضو في اكتر من ستيت للكلاينت بتاعي. طب انا اعرف الستيت دي منين؟ بما ان اصلا عمليه الكونكشن على السيرفر هي بتاخد وقت، فاكيد الفانكشن كونكتد دي هي اكيد اسync فانكشن، بحيث ان هي مش تعمل لي بلوك للكود بتاع فلو او الكود بتاع ضرب، لان الكونكت بصفه عامه هو هياخد وقت. فبالتالي انا مش عايز الابلكيشن بتاعي يستنى كله يحصل له بلوك او فريز لما الكونكشن يحصل، او يرجع لي الفيدباك بتاع الكونكشن او الريتيرن بتاع الكونكشن سواء حصل ولا لا. انا مش عايز استنى الوقت ده كله. فاكيد الكونكتد فانكشن دي هي فيها سين، والراجع بتاعها هو فيوتشر. فطبعا هو فيوتشر فعلا، وبعدين الراجع بتاعها ان كنت كلاينت كونكشن ستاتس. ده الستاتس بقى اللي انا كنت بتكلم عليه، اللي هي حاله الكلاينت بتاعك، اللي هو اتوصل بالسيرفر ولا بيحاول يتوصل بالسيرفر، ولا هو فصل عن السيرفر ولا بيحاول ان هو يفصل عن السيرفر، ولا في اصلا ايرور في طبعا هي بتاخد سترينج يوزر نيم وسترينج باسورد، بس احنا مش عاملين يوزر نيم وباسورد فبالتالي مش هنستخدمها. طيب اتعامل ازاي مع الكونكشن دي؟ اما ان انا اويت عليها علشان اقول لفلاتر انت هتعدي، ولويت واللي هيجي عندي يبقى انت متعود عليه. او في طريقه تانيه ان احنا نستخدمها، ان انا اعمل دوت زين. دوت زين بقى بتقول لي ان اللي انت عايز تنفذه انت هتدخله دوت زين ده، وهيتنفذ لما الكونكشن بتاعك يحصل. طب هل انا محتاج حاجه زي كده؟ يعني انا محتاج كود يتنفذ بعد لما الكونكشن ده يحصل، او يفلير كمان. الفكره ان هو يتنفذ. هل انا محتاج كود زي كده؟ اه. اي كود تاني انا هكتبه خاص بالكلاينت لازم اتاكد الاول ان الستيت بتاعه الكونكشن او الستيت بتاعه الكلاينت هي كونكتد، ان هو فعلا كونكت على الايه، على البروكر بتاعي. طب ايه هي اللي انا عايز اعمله، او ايه الكود اللي انا عايز اعمله؟ ان انا اعمل سبسكرايب على توبك معين، او ان انا اعمل ببلش على توبك، او ان انا ببلش الديت يعني اللي انا عايزها. فخلاص انا بقيت اتوقع ان انا اي كود خاص بالكلاينت اللي انا عامله اللي هو ده لازم يتكتب بعد لما انا اضمن ان الكونكت ستيت بتاعتي هتكون كونكت. طب عايز اتاكد على حاجه زي كده، هنلاقي ان الزين دي فيها فاليو، هو هيجي لي فاليو هنا. طيب ايه الفاليو اللي جايه لي اصلا من الكونكت فانكشن؟ زي ما نشوف كده لو وقفنا عليها هنلاقي ان انا عندي فيوتشر اللي جاي لي ام كيو تي، كلاينت كونكشن ستيتس. ده الستيتس بتاعت الكونكشن بتاعي. طيب هي الستيتس دي فيها ايه اصلا؟ خلينا نشوف الستيتس ذات نفسها فيها ايه. ام كيو تي كلاينت ستيتس. طب لو دخلت عليها على الكود بتاعها هنلاقي ان هو كلاس اصلا، وبعدين جواه ام كيو تي كونكشن ستيت. هطلع على الكونكشن ستيت هلاقي ان هو جواه انم وفي اكتر من كود. عندي الديسكونكتنج اللي هو البروكر بتاعي او الكلاينت بتاعي بيحاول ان هو يفصل
الاتصال او يقطع الاتصال بينه وبين البروكر. disconnected ان هو فعلا قطع الاتصال بينه وبين البروكر. connecting اللي هو بيحاول ان هو يتصل على البروكر. connected اللي هو خلاص اتصل على البروكر. فلتت بقى ان هو لو في اكسبشن عندي، يعني ده كده المشكله بتاعتي. يبقى انا كده عرفت ايه هي الستيت بتاعت الكلاينت بتاعي. طب انا عشان اسبسكرايب او ابلش لازم اتاكد ان الستيت بتاعت الكلاينت هي في الكونكتد، يبقى اشيك عليه. يبقى انا هقول له ايه نقفل ده خلاص. اقول له ان الراجع بتاعك اللي هو الفاليو، يبقى اف لو الفاليو بتاعتك، الفاليو لو الفاليو بتاعتك دي كانت بتساوي الكلاينت اللي انا عامله دوت كونكشن ستيتس، يبقى هما الاثنين لازم يساووا بعض. بس هنلاقي هنا ان الفاليو دي هي كونكشن ستيتس، اللي هو لو احنا جينا دخلنا عليها نكتب ايه من الستيتس. طب جيت دخلت عليها كده هلاقي ان انا عندي ستيت هو اللي بيحمل الستيت بتاعت الكونكشنز بتاعتي. يعني انا عندي الكلاس ده مش هو اللي فيه الفاليو اللي انا عايز اشيك عليها، لا ده هو جواه اوبجكت من الانكويتي كونكشن ستيت. يبقى انا عايز اشيك على الستيت دي. انا اقول له هنا ان الفاليو دوت ستيت، الفاليو دوت ستيت بتاعتك بتساوي ايه. طبعا ده ممكن يكون available، فانا احط لها تشيك. فادي الستيت. طبعا هنا لازم الثاني برضو يكون ستيت، فانا احط يبقى انا كده لما انا عملت كونكت واستنيت زين اللي هيرجع، اتاكدت ان هو كونكت، ان مفيش اي مشكله حصلت عندي. طيب انا بقى ايه اللي انا عايزه لما اعمل كونكت على البروكر بتاعي؟ انا عايز بقى ان انا اسبسكرايب على توبك معين واعمل ببلش لديتا على توبك معين. ازاي بقى هعمل سبسكرايب على توبك؟ هاخد الاوبجكت بتاعي اللي هو اسمه كلاينت، وبعدين دوت هلاقي فيه فانكشن اسمها سبسكرايب. سب هلاقي فيه هنا سبسكرايب. وبقى ده كده الفانكشن اللي انا بعمل بيها سبسكرايب. سبسكرايب عايز مني ايه؟ عايز مني توبيك وعايز مني يو او اس ليفل، ده اللي هي الكواليتي اوف سيرفيس ليفل. زي ما قلنا في الفيديو بتاع الام دي تي ان انا عندي الكواليتي اوف سيرفيس ليفل هي تكون صفر او واحد او اتنين، والشرح بتاعها موجود في الفيديو اللي فات، ممكن ترجع تاني. طيب سبسكرايب عايزه طبعا ده سترينج وده كواليتي اوف سيرفيس، فهناخد السترينج ده، ده التوبيك اللي احنا هنسبسكرايب عليه. خلينا نتست حاجه كده، نقول مثلا ده تيست فلاتر. ده توبيك انا عامله تيست فلاتر. طيب الكواليتي اوف سيرفيس هتبقى ان ايه دوت. انا بقى بحدد القيمه بتاعتها. طب انا عارف اللي هي صفر او واحد او اتنين، بس الصفر ده لها اسم وهي at most once، والواحد اللي هي at least once، والاتنين اللي هي exactly once. هنخليها صفر at most once. مش محتاجين نتأكد من السلوسة ولا لا. كده أنا عملت سبسكرايب على التوبيك ده. طيب عايز أعمل إيه أنا تاني؟ عايز إن أنا أبلش ديتا على توبيك معين، فأنا هقول له client دوت publish message. هبلش الداتا إزاي؟ عندي هي عايزة التوبيك اللي أنا هبلش عليه، فأنا هبلش على نفس التوبيك ده. يعني إن أنا ببلش على توبيك وبستعمل الوقت. والكواليتي اوف سيرفيس برضه هتبقى هي نفسها. الداتا بقى اللي هو عايزها، الداتا اللي هو عايزها لو جينا نشوف كده ايه نوع الداتا اللي هو عايزها. فلو وقفت على الببلش مسج هلاقي ان نوع الداتا ديت هي لازم تكون يونت 8 بفر. هي مش سترينج، هي مش بولين، هي مش انتجر، هي متحولة ليونت 8 بفر، هو array of bytes. طب ازاي انا احول المسج بتاعتي هي كانت سترينج او انتجر او بولين او كده ليونت 8 بفر؟ هنعمل احنا اوبجكت من المسج اللي الببلش مسج فانكشن عايزاه. الاوبجكت ده هناخده من كلاس اسمه NQ ET بيلود بيلدر. يبقى ده
البيلود بيلدر اللي احنا بنبني بيه البيلود بتاعنا. طب بدأ مثلا وادي ايه بيلود بيلدر. ازاي بقى انا اعمل كده؟ اقول ان البي دوت اد. هنا بقى في اد اي داتا تايب احنا عايزين نبعته، اد بولين، اد بفر، اد بايت، اد دبل، اد هاف دبل انت، لو انتجر سترينج. واللي احنا عايزينه احنا هنستخدم سترينج، وهنقول له الرسالة سترينج اللي انت عايز تبعتها مثلا hello from plot. البي ده بقى هو اللي انا هضيفه. طب بقول له ضيف لي البي، بس البي هي اوبجكت، انا مش عايز البي ده، انا عايز الرسالة نفسها. فهلاقي ان جوه البي دوت في حاجة اسمها بيلود. ده البيلود اللي هو الرسالة اللي انا بعتها. كده ايه اللي انا عملته لحد دلوقتي؟ انا عملت اوبجكت من الكلاس بتاعنا اللي هو الميثود سيرفر لاين، وبعدين عملت كونكشن واتاكدت ان حاله الكونكشن هي كونكتد، وبعدين قلت هنا اعمل لي سبسكرايب على توبيك وابعت لي داتا على نفس التوبيك. عايز بقى انا اتاكد من الموضوع ده، عايز انا افتح البروكر واشوف هل فعلا في داتا بتوصل على التست فلتر ولا لا. هعمل ده ازاي؟ انا محتاج كلاينت تاني في ناحيه تانيه زي ده بالظبط كده، يستمع للداتا اللي انا ببعتها على التوبيك اللي اسمه تيست فلتر. في كلاينت بتوفره لنا هاي في ام كيو، احنا لسه فاتحين دلوقتي اللي هو ام يو كيو تي ويب سوب. هنا انا ممكن اعمل ببلش وممكن اعمل سبسكرايب على توبيك انا عايزه. فانا قبل ما اعمل حاجه انا هعمل سبسكرايب على نفس التوبيك ده اللي هو تيست فلتر. سبسكرايب بتاعي المفروض انا لما اعمل رن للكود بتاع فلتر ده يبعت لي الهالو فروم فلتر على نفس التوبيك ده. فطبعا انا عندي الكلاينت ده هو سامع او عامل سبسكرايب على التوبيك، فاي رساله هتتبعت على التوبيك ده لازم تظهر له هنا في المسج. خلينا نعمل رن. كده هو عمل بيلد للابلكيشن بتاعنا على الايميوليتور. طبعا هنا ملوش اي حاجه خالص في الايميوليتور او في الابلكيشن لان ما فيش اصلا عندي يو اي بيقفل. طيب عايزين بقى نروح للكلاينت نشوف هل فعلا الهالو فروم فلاتر دي وصلت ولا لا. طبعا ده الكلاينت بتاعنا هلاقي فعلا الرساله بتاعت هالو فروم فلاتر هي وصلت. طب خلينا نبعت رساله تانيه، هنقول مثلا هالو فروم فلاتر 2. عايز انا الكود ده يتنفذ. عشان يتنفذ فانا محتاج اعمل ريبيلد او ريستارت بقى للكود تاني. اللي هنا ان هو مش عمل حاجه، انا محتاج اعمل ريستارت. هو كده عمل ريستارت، اروح بقى على الكلاينت الاقي ان في الرساله وصلت لي. كده احنا قدرنا نعرف ازاي الكلاينت بتاعنا او ازاي الموبايل ابلكيشن بتاعنا بيبعت لي البروجرام. خلينا بعمل ببلش وبعدين بظبط البيلود بتاعي بحيث ان هو يكون يونت 8 بفر زي ما المسج عايزه، الببلش المسج عايزه. احنا هنوقف النهارده لحد كده في الفيديو ده يعني. في الفيديو القادم ان شاء الله هنعرف ازاي التوبيك اللي انا عامل عليه سبسكرايب ده ازاي انا هاخد منه الداتا، بحيث ان انا لما اعمل ببلش على توبك من هنا احط المسج اللي انا عايز ابعتها تظهر لي هنا عندي في الفلاتر ابلكيشن بتاعي. والسلام عليكم.